سبحان الله، يمكن أول مرة أذكرها هذه القصة لامرأة تربت يتيمة. سبحان الله، طفلة يتيمة تربت عند بيت عمها، وكانت طفلة عمرها سنة تقريبا، فكبرت مع أولادهم، ولأن أبوها وأمها ما هم موجودين فكانوا يعتمدوا عليها في إيش؟ روحي جيبي، تعالي جيبي، نظفي، شيلي. وكبرت وهي بتشتغل في بيت عمها يعني. هذه المرأة سبحان الله وهي طفلة تعبت وشقت وكان همها بس انه ايش؟ تنفك من هذا التعب والحزن والهم. فصاروا مشغلين عندهم زي الخادمة سنين، إلى أن جاء نصيبها سبحان الله، تزوجت من خارج المنطقة اللي هي فيها. فقالت الخير جاء، يعني استقلت بحياتها وربي أكرمها وجابت ولد، حبلت وولدت. فكان الولد هذا قرة عينها، يعني شمعت حياتها وشمعت أملها بعد الله سبحانه وتعالى. حافظت على هذا الولد سنين، وكان أملها أنه هذا هو اللي يعوضها. وعمر الولد هذا 5 سنوات رأت رؤية أنه هذا الولد إذا وصل 18 سنة حيموت. سبحان الله، فكتمت هذه الرؤية وسكتت، وحاولت تحط كل جهدها وحنانها وحبها وعطفها في هذا الولد، إلى أن وصل الولد 18 سنة. كانت لهم تعدت 18، كانت تفكر تقول الحمد لله تعدت 18 سنة وولدي الحمد لله حي. سبحان الله، بعد أيام قليلة ابنه هذا صار له حادث وانشل، شلل رباعي كامل. يعني المشروع كله اللي بنته انهد أمامها. صدمة كبيرة، جمعت قواها وجمعت إيمانها وجمعت إنه هذه الشمعة ما تنطفي والمشروع ما ينهدم. فحاولت تلم شتات هذا المشروع حتى تقيمه من جديد، وأعانها الله سبحانه وتعالى أن تقيم هذا المشروع. هذه المرأة هي أمي. الله. هذه المرأة هي أمي. اللهم لك. الله أكبر، الله أكبر. هذه المرأة اللي ضحت في عمرها كله. الله يرفع قدره، الله يرفع قدره، من أجل أن تعيد المشروع هذا حتى يثمر، وإلى الآن وهي محافظة على هذا المشروع. الله. مشروع عبد الله بانهم، من له أم كأمي. الله. الحمد لله. إلى الآن وهي تخرج الأذى من بطن جدها. 24 سنة ما تركتني. دخلت المستشفى انهار كل شيء أمامها، قالوا ما حيعيش، حيموت، وإن عاش حيجلس طول عمره مشلول وما يتكلم. بقوة إيمانها وصبرها والحفاظ عليها 4 سنوات في المستشفى، كل يوم تجيني المستشفى. فخرجوني من المستشفى، قالوا خلاص هذا حالته مستقرة، شيلوه على البيت. كلهم يقولوا لها أنت مجنونة تشيليها على البيت؟ إيش حتسوي فيه وأنت لوحدك في البيت؟ قالت لهم هذا ابني، يا نعيش سوا يا نموت سوا.
هذه الأم، هذا هو البر. إيش رأيك؟ هذا البر إيش تكافئ؟ ما حسستني يوم من الأيام إني أحتاج أي مخلوق. أسأل الله إنه لا يحرمني منها آمين. ويرزقني، بس كيف أرد لها شوية من. عبد الله بن عمر كان يطوف حول الكعبة فرأى رجل قال له: يا إمام، أمي تقضي حاجتها على يدي وظهري لها مطاء، فهل بررتها؟ قال له: لا، كنت تقضي حاجتك على يدها وهي تتمنى بقاءك، وهي اليوم تقضي حاجتها على يدك وأنت تتمنى موتها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الله أكبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.